ندينا عصرة ليمونة كده. اوف اوف اوف. تعالى اوريكم ازاي تعملوا احلى واسهل كبدة اسكندراني دايت وطعمها ايه في قلبك. يلا بينا. هنقوم جايبين الكبة بتاعتنا، هنقوم حاطين فيها 3 فصوص توم كده اهو، وقرنين فلفل متقطعين كده اهو، ونقوم ضايفين معاهم معلقة كزبرة، ونقوم حاطين معاهم معلقة كمون كده اهو، شوية ملح كده اهو، ونقوم عصرين معاهم ليمون كده اهو، شوية خل صغيرين كده، وبعد كده نقوم ضايفينهم عليها بعد ما طحناهم في الخلاط كده اهو. نسيب بقى الشويه دول عشان نحطهم على الكبده وهي على النار، وبعدين بقى ايه كده ونقوم جايبين حته سمنه بلدي ونقوم حاطينها كده اهو، مش عايزين نكتر عشان الدايت. نقوم ضايفين عليها التوم المفروم كده اهو، قلب 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 قلب. نقوم ضايفين عليهم شويه خل ابيض كده، وبعد كده نقوم حاطين عليهم الكبده بتاعتنا بعد ما سيبناها في التتبيله لمده ربع ساعه، لا مش ربع ساعه، لما ذكرني 15 دقيقه بس كده اهو. ونقوم ضايفين عليها بقى الخلطه بتاعتنا، عليها شويه ملح كده وشويه كزبره وشويه كمون كده، خطيره. وبعد ما الكبده تخش بالسوا نقوم ضايفين الفلفل بتاعنا كده هو، الغطا بتاعنا عليها كده، ونسيبها لغايه لما تستوي مع الفلفل بشكل تام. وبكده الكبده الاسكندراني تكون استوت. يلا بينا ندوق بقى ونشوف العظمه دي بتقول ايه. يلا بينا. سمي الله وندوق.